صباح الخير حبايبي. النهاردة يعني قمت كده على الحوض لقيته في حبة مواعين من امبارح. طبعا يعني الواحد ما يقدرش يدخل المطبخ إلا وهو متشطب وتمام التمام عشان يعرف يعمل أي حاجة. فيعني نستعين بالله ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله دي ليلة النصف من شعبان، ليلة مستحب فيها الدعاء. ندعي لكل حبايبنا وندعي لولادنا بالصلاح، وندعي للمسلمين أجمعين بالهداية، ويا رب كده يجمع شمل المسلمين دايما بخير، ويصلح حالنا وحال بلدنا، ويصلح حال سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. طبعا هنتوكل على الله كده ونقول الأذكار واحنا بنغسل في المواعين، ويلا ان شاء الله بسيطة كده، حاجة بسيطة. وأول حاجة طبعا دايما نبدأ بيها كده الكوبايات، الحاجات الإزاز الصيني، الحاجات دي في الأول كده عشان تسهل علينا الدنيا وتخلص بسرعة. كله بإذن الله كده سهل إن شاء الله. طبعا واحنا واقفين كده هنقول ان نرجع تاني لعاداتنا وتقاليدنا، نفتكر ابهاتنا وامهاتنا زمان وهم بيعودونا ويعلمونا على الصح، وعلى الحاجات اللي طلعنا عليها ونشأنا عليها. ما ننساش احنا في زحمة، طبعا الوقت اختلف والظروف اختلفت، بس ما ننساش ان احنا نعلم اولادنا ونربيهم على العادات دي والتقاليد دي، فيطلع جيل كويس وجيل سوي وجيل متعلم وطالع على العادات والتقاليد، ويصلح الحال شوية. لأن فعلا حال الشباب وحال أولادنا حتى اللي يلاحظ في المدارس للأسف يعني حاجة تحزن بجد، يعني حاجة ما ترضيش حد يعني. فيا ريت نرجع تاني نربي ولادنا ونعلمهم صح. يمكن يكون سبب من ضمن أسباب إن التلميذ اتعود على المدرس وما عادش بيخاف منه، سبب رئيسي الدروس الخصوصية. سبب رئيسي الدروس الخصوصية. المدرس من دول علشان خاطر يعني ما يفقدش التلميذ ده أو الطالب ده من المجموعة اللي بيديها او الحصه اللي بيديها، ممكن يفوت له. يعني ممكن التلميذ يطلع يرد عليه، يتكلم معاه حتى وياخد ويدي معاه في الكلام، قابله في الشارع عادي، معرفش ايه. ده سبب يعني من ضمن الاسباب انه الدروس الخصوصيه كانت برضه عامل من العوامل اللي خلت يعني مفيش فرق بين التلميذ والمعلم. كمان المعلم في يعني الجزء، ما بقولش الكل، يعني غاب عنه موضوع الضمير يعني علشان خاطر المعيشة بقت غالية، وهو غصب عنه مرتبات المعلمين ما يعلم بها الا ربنا، دي موال وحده تاني. الراجل هيعمل ايه؟ بيحاول ان هو يعوض، وعايز يفتح بيته، وعايز يعلم ولاده، وعايز يربيهم ويأكلهم ويشربهم، فبيجري ورا أكل عيشه اللي هو من الدروس الخصوصية، اللي هو الدخل الرئيسي بقى، مش مرتبه، دخله الرئيسي بقى من الدروس الخصوصية. فهيعمل ايه؟ دايما يتغاضى يعني عن أي حاجة. ممكن تعبان وهلكان طبعا من الدروس، وطول الليل شغال والنهار بعد الشغل شغال وكله ده، فبيضطر انه، مش بيضطر، ده ضميره هو بقى، هو ده يعني المفروض
ما يخليكش انت تقصر في شغلك، في حصصك، في شرحك للأطفال في المدرسة. لأن حتى لو كان هيبقى في جزء بسيط من الأولاد مش بياخدوا دروس خصوصية، أو حتى لو بياخدوا، أنت اعمل اللي عليك واشرح كويس واشرح بما يرضي الله. واللي بتديه في الدروس بره عندك في الدروس الخصوصية اديه بنفس القوة في الفصل. هتلاقي الدنيا حتى لو انت اديت دروس بره هيبقى قرشك حلال، هيبقى فيه بركة، هيبقى انت ما قصرتش. فنحاول كده يعني نخلي كل اللي عليه حاجة يعملها من ناحية البيت والأسرة مع التلميذ في البيت. لا علم وربي، طالما انت بتصرف عليه وبتأكله كويس وبتشربه كويس، وانت يعني بتطفح المر زي ما بيقولوا علشان تجيب القرش اللي انت تعلمه بيه وتلبسه بيه وتأكله بيه أكل كويس، يبقى خلاص بعد كده مش ناقص منه غير التربية. ربيه كويس زي ما كان بيقول المثل زمان جداتنا وأمهاتنا: اشبع والبع. طالما انت مش مقصر معاه خلاص، يبقى لما انت هتربيه والله مش هينقص منه حاجة، يعني عمره مش هيأثر. لا ربي كويس، ده اللي انت عليك في البيت، علشان ده هيرجع لك انت في الاخر. انت اللي هتشرب منه، اللي انت هتعمله فيه وهتربيه او ما تربيهوش، اللي هتزرعه هتحصده. يعني من الاخر اللي انت هتزرعه هتحصده. ده دورك انت في البيت. دور في المدرسة بقى انك انت برضو ما تخافش وما تهبش التلميذ وتقول انا لا، وما قلتش اضرب وكسر وموت لا. انت ممكن بشخصيتك وانت في الفصل او في المدرسة تخلي التلميذ يعمل لك احترام ويعمل لك حساب في الفصل. دور التربية والتعليم تعمل ضيب لائحة انضباط تكون فيها عقوبة، ولو إن شاء الله حتى بالرفض. يعرف ولي الأمر ويعرف التلميذ إن المدرسة ليها حق والمعلم ليه حق، مش هي خلاص أنت اشتريت المعلم بأنك أنت يعني بتخوفه بترعبه. انا اروح اشتكيك، وفعلا في عقوبات على المعلم اكتر من اللي على التلميذ والله. يعني المعلم لو راح ولي الامر اشتكاه ان شاء الله شكوى كيديه بيتعاقب فيها المعلم، لكن الطالب ما بيتعاقبش وما فيش اي حاجه في لائحه الانضباط يعني رادعه للتلميذ. فكل واحد يقوم بالدور اللي عليه صح علشان المجتمع يتصلح حاله، نلاقي جيل كويس من الشباب يصلح الحال ويعمل بلد كويسة وتعليم كويس وحاجة كده تفرح. بس كده، والسلام عليكم. حكيت كتير النهاردة وسهلتوا عليا غسيل المواعين، وكل سنة وانتم طيبين مرة تانية يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.